بعد التغييرات الوزارية اللي حصلت كان في تساؤلات من الشعب المصري عن إنها هتكون بداية جديدة لمستقبل هما يتمنوا يعيشوه أم أن الكثير من الماء قد مر تحت الجسر. هنا في حكاية وطن هنعرفكم القصة كاملة، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. من كام ساعة شريف فاروق الوزير الجديد للتموين عمل جولة في الإسكندرية، وكان معاه اللواء علاء ناجي القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة، وراح شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. كان هدفه يتأكد من وجود الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بجودة عالية تليق بالمواطن المصري. وزير التموين طمن الناس وأكد على إنه محدش هيقرب ناحية سعر الرغيف البلدي على بطاقة التموين، وإن سعره ثابت والدولة هتتحمل فرق تكلفة الإنتاج إن وجدت لأصحاب المخابز، خاصة بعد ارتفاع سعر البنزين. وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار اللي بدأ بكل همة ونشاط وعمل جولة تفقد فيها مستشفى الصدر في بني سويف عشان يتابع الحالة العامة للمستشفى والخدمات الصحية المقدمة، واستكمل جولته التفقدية برفقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللي بدأها بمستشفى نصر العام، وزار عدد من المنشآت الطبية، وده في ختام المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية، واللي بدأت بمحافظات الصعيد لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها، وتذليل أي عقبات أو تحديات ممكن تعارض سير العمل بالقطاع الصحي. معنى كده إنه هنشوف الأيام الجاية جولات كتير في باقي مستشفيات مصر علشان يحصل حصر شامل ونعرف إيه اللي محتاج يتطور في قطاع الصحة. أما وزير التربية والتعليم الفني محمد عبد اللطيف عقد اجتماع مع الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، وكان اجتماع كبير مع مديرين وكلاء الإدارات التعليمية ومدير المدارس بمحافظة البحيرة، وحصل مناقشات عن آليات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين بالمحافظة وسط عدد كبير من القيادات، منهم يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، وغير اجتماعه مع قيادات التربية والتعليم بمديريات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الآليات والحلول والمقترحات اللي ممكن تنفيذها لمواجهة الكثافات الطلابية وعجز المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، ده غير حرص الوزير على عدم فرض آليات بعينها على أي إدارة تعليمية، وطالب بوضع خطط نهائية دقيقة ومدروسة بعناية لكل إدارة تعليمية بالمديريات تمهيداً لمراجعتها وتطبيقها مع بداية العام الدراسي المقبل. لحد دلوقتي دي كانت التحركات الأولى لبعض الوزراء، ومستنيين باقي الوزراء نشوف تحركاتهم اللي هتكون محط الأنظار. شايفك وانت بتسأل، هل الزيارات دي هتترجم لرقابة قوية وتحسين فعلي في قطاع الصحة وقطاع التموين والتعليم اللي هم أساس أي دولة، ولا هيبقى مفيش جديد؟ كل اللي أقدر أقوله لك إن الزيارات كانت مؤثرة فعلا واتقال فيها خطط تنمية لما تتنفذ صح في وقت سريع هتحس بتحسن ملحوظ في قطاع الصحة والتموين والتعليم. وبس كده يا سيدي، دي كانت كل التحركات الأولية للوزراء الجدد. تابعونا في حكاية وطن علشان نقول لكم كل التطورات وتكونوا معانا أول بأول. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.